الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فحينما نتحدث عن الأولاد فإننا نتحدث عن الأحبة، نتحدث عمن تعلقت بهم قلوبنا. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من الغمض. فمن سره أن ينظر إلى كبده تمشي على الأرض فلينظر إلى ولده. فبالتالي وبهذا الاعتبار فإننا نبذل قصارى جهودنا في حماية أولادنا من كل شر ومن كل سوء، من شر شياطين الإنس والجن. نحرص كل الحرص على أن يكون أولادنا بخير وعلى خير، ذكورا كانوا أو إناثا، باستعمال كل الوسائل. وخير وسيلة تؤدي إلى هذا الغرض هي القرآن الكريم. فلنحرص كل الحرص على أن يحفظ أولادنا القرآن الكريم، وعلى أن يتعلق أولادنا بالقرآن الكريم حفظا وتدبرا وعملا. فإذا امتلأت قلوب أولادنا بالقرآن الكريم وتعلقوا بالقرآن الكريم فإن القرآن الكريم يقودهم لكل خير، فإن القرآن الكريم يتولى هدايتهم لأقوم الطرق. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإن القرآن الكريم يضيء أمامهم طريق الخير. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالحرص كل الحرص على أن يكون أولادنا مع القرآن الكريم. فإذا وفقنا في ذلك فينبغي علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى شكران وحمدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقد وفقنا في مشروع عظيم ينفعنا في الدنيا وينفعنا في الآخرة، ألا وهو مشروع تعلق أولادنا بالقرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.